تعالوا نعمل مع بعض كفتة الرز زي ما الكتاب بيقول، لا هتكش معاكي لا هتفك ولا اي حاجة، ولونها جميل جدا وذهبي، مش هتسود معاكي وهتبقى تحفة. اول حاجة انا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بالظبط نص كيلو 500 جرام. هنضيف عليهم طبعا كبشة كبيرة كده، كبشة ايد من البقدونس والكزبرة والشبت، تمام، كبشة كده كبيرة مليانة. هنحط عليهم بصلاية مقطعة 4 و4 فصوص أو 5 من الثوم. كمان هنحط ورق نعناع فريش، هيبقى تحفة جدا. خلاص هنا هاخدت البصل وهناخد كمان الثوم زي ما انتوا شايفين كده وهحطهم، وهحط كمان معاهم النعناع لأن أنا كنت مقطعة الخضار وما كنتش مقطعة النعناع. هنفرمهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يبقوا بالمنظر ده. الكبة مش بتجيب معايا اكتر من كده، يعني مش بتخليهم مفرومين ناعم اكتر من كده، بس لسه احنا مع الفرم التاني هيتنعموا اكتر. هحطهم كده على اللحمة وعلى البقدونس والشبت والكزبرة، وهبتدي ان انا اقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. هنا فاضل ان احنا نحط الرز، بس احنا مش هنحطه دلوقتي. هناخد بقى الخليط ده ونبتدي ان احنا نفرمه في الكبة تاني بحيث ان هو ينعم شوية كمان. تمام، مش هينعم برضو اكتر من كده، هنفضل نعمل فيه مرة واتنين لحد ما يبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خلاص دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل كل الكمية. عملت هنا الكمية كلها. هنضيف له بقى الرز بتاعنا عبارة عن 200 جرام بالظبط من الرز المطحون. انا بشتري الرز المطحون جاهز علشان بيكون ناعم قوي وبيساعدني اكتر. بعد كده قسمت الكمية على كذا مرة عشان ابتدي ان انا اعملها في الكبة وما ارهقش الكبة معايا، عشان برضو الخليط ما يبقاش تقيل عليها او كده. ببتدي ان انا افرمها لحد ما توصل معايا وتنعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجينه لا هي محتاجه زيت ولا انك تصبعيها وانتي ماسكه زيت ولا اي حاجه. هنضيف لها بقى شويه كمون، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنحط لها كمان بابريكا حسب ما انتي عايزه، لو انتي عايزه او لا، وممكن كمان تحطي توم باودر او بصل باودر. هنا حطيت كمان معلقه كبيره من الملح، وابتديت ان انا اعجنها لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بقت متماسكه خالص وجميله جدا، والبهارات اتوزعت فيها كويس جدا. هنا صبعتها خلاص، هبتدي ان انا اقليها في زيت زي ما انتوا شايفين كده. الزيت ماهوش غزير قوي ولا هو برضو قليل، يعني كويس. وابتديت ان انا احط الصوابع بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واحمرها لحد ما تاخد معايا لون ذهبي. طبعا هي بتاخد لون ذهبي وجميل جدا. الخضار لو كتير هتغمق وتسود معاكي، لكن خلي نسبة الخضار تبقى مناسبة هتديكي اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. يفضل ان انت تطلعيهم على مصفى الاول عشان يصفوا اي زيت فيهم. بعد كده لو انت عايزه بقى تحطيها في الصلصه، وده الاساسي اللي احنا بنعمله، لازم نعملها بصلصه. وطبعا احنا بنحب ناكلها مقليه اكتر، بس احنا لازم نعمل الصلصه. هنبتدي نعمل ايه؟ فصين من الثوم على معلقه زيت، نشوحهم كويس جدا. وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط عصير طماطم او صلصه جاهزه عادي، وبعد لما تغلي بنضيف عليها صوابع الكفته المقليه، وبنسيبها شويه بقى تتكتك كده مع الصلصه وتاخد من الطعم. بتطرى جدا وبتبقى تحفه زي ما انتوا شايفين كده، روعه جدا. الكفته ما كشتش خالص وطعمها تحفه جدا، والنعناع عامل فرق كبير قوي قوي في الطعم. في نهايه الفيديو كل مره بقول لكم، لو اول مره تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو اول مره تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله.